السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي طلاب الصف الثاني الإعدادي مع تكملة درس النشاط الصناعي والتجاري في قارة آسيا وقارة أوروبا. أول حاجة لازم نعرفها يعني إيه إقليم صناعي. قالك عبارة عن مساحة جغرافية كبيرة، طب فيها إيه؟ قالك العديد من المناطق الصناعية، بالإضافة إن كل منطقة فيها مجموعة متنوعة قالك من الصناعات التي تتكامل مع بعضها البعض. يبقى الإقليم الصناعي عبارة عن إيه؟ قلنا مساحة جغرافية كبيرة فيها ايه؟ قال لك العديد من المناطق الصناعيه. طب المناطق الصناعيه تتميز بايه؟ ان فيها مجموعه من الصناعات المتنوعه والتي تتكامل مع بعضها البعض. طب تعال نركز ونشوف اهم الاقاليم الصناعيه الرئيسيه في قاره اسيا. قال لك شهدت الصناعه في بعض دول قاره اسيا تطور كبير. امتى؟ قال لك في العقود الاخيره، مما جعلها منافس قوي للدول الصناعيه المتقدمه الأخرى خاصة في قارة أوروبا. ولذلك نركز بقى في أهم الأقاليم الصناعية الرئيسية في قارة آسيا. قال لك رقم واحد إقليم شرق آسيا الصناعي، اتنين إقليم جنوب آسيا الصناعي. طب تعال نشوف بقى أهم المناطق الصناعية في الصين. قال لك تعتبر الصين أكبر قوة صناعية في العالم، حيث تساهم بنحو كام؟ قال لك 29% من إجمالي الناتج الصناعي في العالم لعام 2023. اتنين، قال لك يوجد في الصين أكتر من 2000 تجمع صناعي. طب من أشهر الصناعات اللي موجودة في دولة الصين هنقول له رقم واحد الحديد والصلب، اتنين الإلكترونيات، تلاتة البتروكيماويات، أربعة الغزل والنسيج. طب تعال نشوف رقم اتنين المناطق الصناعية في دولة اليابان. قال لك تحتل اليابان المركز الثالث عالميا، حيث تساهم بنحو كام؟ قال لك 5% من إجمالي الناتج الصناعي العالمي، الكلام ده في عام 2023. طب أشهر الصناعات في اليابان قال لك رقم واحد الإلكترونيات، اتنين السيارات، تلاتة الطائرات. طب رقم تلاتة المناطق الصناعية في كوريا الجنوبية. قال لك تحتل كوريا الجنوبية المركز الخامس بين أقوى الدول الصناعية في العالم لعام 2023 بنسبة كام؟ قال لك 2.8% من إجمالي الناتج الصناعي العالمي. طب أشهر الصناعات في كوريا الجنوبية قال لك الروبوتات، السيارات، بناء السفن. طب تعال نشوف بقى الأقاليم الصناعية الرئيسية في قارة أوروبا. قال لك على الرغم من التطور الصناعي في أجزاء عديدة من العالم، إلا أن أوروبا ما زالت قوة صناعية كبيرة وتنتشر الصناعات فيها. هنلاحظ أن قارة أوروبا تضم إقليمين رئيسيين للصناعة، وهي إقليم شرق أوروبا الصناعي وإقليم غرب ووسط أوروبا الصناعي. طب نركز كده ونشوف إقليم شرق أوروبا الصناعي. هنلاقي رقم واحد قال لك المناطق الصناعية في روسيا الاتحادية، زي منطقة قال لك القوقاز، وتتسم بغناها في البترول. طب إيه النتيجة المترتبة على كده؟ قال لك ساعد ذلك على قيام صناعة تكرير البترول والصناعات البتروكيماوية. أما منطقة جبال الأورال تتسم بغناها في الموارد المعدنية، وخاصة قال لك الحديد والنحاس. تقوم في هذه المنطقة العديد من الصناعات زي إيه؟ قال لك الصناعات الهندسية والإلكترونيات والصناعات الحربية. طيب رقم اتنين قال لك منطقة دونيتسك الصناعية في أوكرانيا، وتتميز بقربها من حقول قال لك الفحم ومناجم قال لك الحديد، وتتوافر فيها مصادر متنوعة للطاقة الكهربائية المتجددة وغير المتجددة، ولذلك تضم أكبر مصانع الحديد والصلب. اتنين فيها مصانع قال لك القاطرات، تلاتة مصانع قال لك الآلات الزراعية، أربعة مصانع للصناعات الحربية. طب إقليم غرب ووسط أوروبا الصناعي قال لك بيضم عدة مناطق صناعية زي منطقة الرور غرب ألمانيا. طب بتشتهر بإيه؟ قال لك توجد فيها العديد من الصناعات زي رقم واحد صناعة الحديد والصلب، اتنين قال لك الصناعات البتروكيماوية، تلاتة قال لك الصناعات الهندسية، أربعة الصناعات النسيجية اللي هي صناعة الملابس. طب منطقة حوض لندن جنوب المملكة المتحدة اللي هي بريطانيا قال لك ساهم وجود الفحم والحديد والبترول بها في قيام عدة صناعات. يبقى لما يجي يقول لي النتيجة المترتبة على وجود الفحم والحديد والبترول في منطقة حوض لندن جنوب المملكة، أقول له ساعد ذلك على قيام عدة صناعات. أهم الصناعات هنلاقي صناعة السيارات وصناعة الطائرات. طب منطقة اللورين شمال شرق فرنسا
قالك بتشتهر بصناعة الحديد والصلب. طب بما تفسر؟ قالك لوفرة خامات الحديد. اتنين قالك الصناعات الكيماوية. طب بما تفسر؟ قالك لوجود رواسب ضخمة من الأملاح والبوتاسيوم. طب نركز بقى ونشوف جهود بعض الدول الآسيوية والأوروبية في إطار الصناعة والتنمية المستدامة. قالك تعتبر الصناعة محرك أساسي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة. طب إزاي؟ قالك من خلال رقم واحد، دعم النمو الاقتصادي والابتكار. اتنين، توفير فرص قالك العمل. تلاتة، قالك الحد يعني يقلل من قالك الفقر والجوع. أربعة، مكافحة التغير المناخ. خمسة، تطوير التكنولوجيات الخضراء والتي تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. يبقى الهدف تقليل التلوث. يبقى رقم واحد قلنا دعم النمو الاقتصادي. اتنين، وفرة فرص العمل. تلاتة، الحد من الفقر والجوع. أربعة، مكافحة قالك التغير المناخي. خمسة، تطوير التكنولوجيا الخضراء والتي تعمل على خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون. هنلاحظ إن بعض حكومات الدول الآسيوية والأوروبية بدأت تحط عدة سياسات تنموية في مجال الصناعة. طب إيه الهدف؟ لو قالك بما تفسر هنقوله بهدف تحقيق أهداف التنمية المستدامة. طب الأمثلة بقى، قالك رقم واحد دولة السعودية. عملت إيه دولة السعودية؟ قالك أطلقت مشروع نيوم للهيدروجين الأخضر. طب ليه؟ بما تفسر؟ قالك ليكون من أكبر مصانع العالم لإنتاج الطاقة النظيفة والمتجددة. بعد كده دولة الصين عملت ايه؟ قالك دعمت الحكومة الصينية خطة التنمية الصناعية الخاصة بالمركبات الكهربائية كوسيلة رئيسية للنقل البري الصديق للبيئة عشان هو غير ملوث للبيئة. وتعتبر الصين المركز الرئيسي لتصنيع السيارات الكهربائية في العالم. طب تعال نشوف كده دولة ألمانيا. قال لك اهتمت بالتحول الأخضر والسعي للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2025. يبقى بدأت ألمانيا تعمل إيه؟ قال لك تهتم بالتحول الأخضر وسعت للوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول عام 2025، يعني ما يبقاش في أي نوع من أنواع التلوث في دولة ألمانيا. وذلك من خلال قال لك رقم واحد الانتقال إلى الطاقة المتجددة. اتنين، تقليل الانبعاثات الكربونية. ونبص كده على الخريطة عشان نشوف دولة الصين مكانها فين، وهنا دولة السعودية، وهنا دولة ألمانيا في قارة أوروبا. طب تعال نركز بقى ونشوف آخر حاجة في الدرس، وهي التجارة في قارة آسيا وقارة أوروبا. قالك بيعتبر النشاط التجاري من الأنشطة المهمة في اقتصاد أي دولة، خاصة طبعا دول قارة آسيا وقارة أوروبا. وتشمل إيه بقى؟ قالك عندنا صادرات وواردات سواء في قارة آسيا أو قارة أوروبا. نلاقي إن قارة آسيا وقارة أوروبا بتستحوذ على 70% من إجمالي التجارة الدولية للسلع. طب من أهم الصادرات قالك رقم واحد الصناعات الغذائية. اتنين، البترول. تلاتة، الصناعات التحويلية. أربعة، السيارات. خمسة، قالك المنسوجات. ستة، المنتجات المعدنية. سبعة، الحديد والصلب. طب أهم الدول في التجارة الدولية للسلع هنلاقي في قارة آسيا دولة الصين، وتأتي في المرتبة قال لك الأولى آسيويا وعالميا. أما في قارة أوروبا هنلاقي دولة ألمانيا، وتأتي في المرتبة الأولى أوروبيا والثالثة عالميا. طب تعال نشوف بقى تجارة الخدمات التجارية الدولية. قال لك تصنف الخدمات التجارية إلى 4 فئات رئيسية، وهي رقم واحد قال لك النقل. اتنين، قال لك السفر. تلاتة، الخدمات المتعلقة بالسلع. أربعة، الخدمات التجارية الأخرى. هيجي يقول لك بما تفسر؟ أصبحت تجارة الخدمات ضرورية للدول المتقدمة والنامية. هنقول له لأنها تساعد على تحسين وضع الناتج المحلي الإجمالي للدول. اتنين، قال لك تحقيق النمو الاقتصادي. طب تعال نشوف في قارة آسيا كده. قال لك تحتل المركز الثاني عالميا بنسبة 26.3. طب أهم الدول الصين تأتي في المرتبة الأولى آسيويا وعالميا. طب قارة أوروبا قال لك تحتل أوروبا المرتبة الأولى عالميا في تجارة الخدمات بنسبة 48.3%. أهم الدول قال لك تأتي ألمانيا في المرتبة الأولى أوروبيا والثالثة عالميا. طب من أكثر الخدمات التجارية الدولية المتبادلة في القارتين قال لك خدمات التوصيل الرقمي، خدمات الاتصالات، الحاسبات الآلية، والمعلومات، وخدمات السفر المتبادلة في قارة آسيا وقارة أوروبا. وبكده احنا خلصنا الدرس، واشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.